بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم فيديو جديد ويوم جديد. لو أول مرة تشوفوا قناتي متنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد أنا بعمله. وحشتوني جدا، يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية. النهاردة 5 رمضان، الأيام الحلوة بتجري والله. المهم جايه لكم كده بروتين النهارده. بصوا، انا قمت من النوم كده كان المطبخ البيت كله عندي الحمد لله نضيف. بس كان عندي شويه مواعين كده امبارح، ما كنتش قادره ان انا اعمل حاجه بعد السحور. فكان متبقي شويه مواعين بس بتاعه السحور وكده، وهنحضر الغدا مع بعض وهنغسل مواعين الغدا. يعني النهارده كله مواعين. المواعين ما بتخلص، بالذات في رمضان. مواعين بتاعة رمضان ما بتخلص خالص، والمطبخ نفسه ما بيخلص. المهم بقى النهارده بتشتي عندنا في اسكندرية شتا جامد جدا. عندي غسيل كتير عايز يتنشر، مش عارفة انشره. الدنيا بتشتي جامد والمية داخلين لغاية جوه في البلكونة من جوه. فكان نفسي انشر، فللاسف عندي غسيل كتير مش عارفه انشر، بس قلت مش مشكله، ان شاء الله خير ويا رب كده يكون خير علينا بإذن الله. المطر خير. قلت ان شاء الله بكرة اقوم انشره. المهم قلت كده اقوم اشوف اللي ورايا واشوف المطبخ. خلصت المواعين، لميت اللي كان في الحوض. كان في ازازة زيتون. كنت مملحة فيها زيتون، اللي هي ال- مش عارفه اسمها الازازه الكبيره دي يعني. كان فيها زيتون كتير، ففضيتها في العلبه البينك دي وهحطها على الحوض. كل شويه اخد منها. لما كان في الازازه وفي الارض كل شويه يونس يخش يقلبهولي، فزهقت منه صراحة. ففتحت الإزازة وفضيت الزيتون في العلبة دي. وبعد كده اهو بقى كل يوم احط كده منه على الفطار. هنحضر بقى النهاردة كده مع بعض. هعمل كلاوي وهعمل كبدة وهعمل مكرونة بالصلصة وهعمل صينية جلاش. طبعا الجلاش ملهمش اي علاقة بالكلام ده كله، بس انا ما اكلتش من الكلاوي ولا المكرونة. كنت عايزة اكل جلاش. المهم اول حاجه كده عملت عصير برتقان. قلت اول حاجه هو اضربه في الخلاط واسيبه في التلاجة. صراحه انا عصير برتقان ما بحبش عليه جزر وما بحبش اصفيه، فانا بحبه ال... يعني بكله، ما بحبش اصفيه. بحب اكل اللي هو الحاجات اللي بتبقى جوه في البرتقان دي بتبقى حلوه جدا. الالياف اللي هي في البرتقان دي بحبها. المهم بقى صفيته في حطيته في الشفشق ده، وهحطه كده في التلاجة. هروح بقى كده، كنت حاطه ميه سخنه على النار، سلقت المكرونه وفي الوقت ده كمان كنت صفيتها. انا بصوا بجيب لكم كده ايه الحاجات اللي انا بعملها بسرعة قبل ما يونس. كنت حبساه هنا كده في المشاية، فيا عيني بيزهق وكده، فساعات بحطه في الأرض. بخاف ان هو يخش فاهمين يشد مني حاجة تقع عليه من على البوتاجاز، لا قدر الله. ففي حاجات بجيبها لكم ان انا بصورها كاملة، وفي حاجات بجيب لكم كده منها مقتطفات. هنا قطعت كده البصل وحطيت عليه زيت وهسيبه بقى يتحمر كده سيكة. وبعد كده حطيت على صلصة المكرونة شوية سكر مع البصل الأول عشان يكرمل. وبعد كده كنت بضرب في الوقت ده طماطم في الخلاط، وهحط مع الطماطم اللي هي المصححة بتاعتنا بحب أحط معلقتين صلصة اللي هي المعلبة دي. الصلصة بتدي لون أحمر كده للمكرونة، أنا بحبها. المهم بقى حطيت الملح وفلفل اسود وشوية خل وهسيبها بقى على نار هادية كده. في الوقت ده بقى كده قطعت بصل و هعمله زي البصل بتاع الكشري. جوزي بيحبه بالطريقة دي على المكرونة عادي اللي هي بالصلصة. فقلت برضو ايه اعمل له حبة كده. قطعت كده بصلاية وقطعتها جوليان كده صغيرين وهسيبها على النار كده، نار هادية. وحطيت عليها شوية ملح من غير لا نشا ولا دقيق ولا كل الكلام ده، بيتحمر معايا وبيبقى حلو جدا. المهم بقى هنا انا هعمل
هعمل جلاش بالمشروم والجبن واللانشون وكده والزيتون. فضربت كده المشروم، خفت ما يكونش ان هو مستوي، قلت اشوحه كده بفص توم في معلقه زبده وشوحته، بجد طلع النوع ده حلو جدا. المهم بقى هروح كده اعمل الجلاش. انا الجلاش بحب اسقيه بالزبادي وادهنه بالزبادي، ما بحبش ادهنه بالسمنه. بيكون خفيف شويه عن لما بيكون بالسمنه. المهم بقى حطيت كده علبة زبادي، حطيت عليها شوية لبن وشوية زيت، ملح وفلفل اسود، وهدهن بقى كده الصاج وهنزل بيه الجلاش ورقة ورقة. وبعد كده بدهن بين طبقتين او طبقة الخليط اللي انا عاملاه ده. الزبادي بتطري جدا الجلاش، ما بتخليهوش ناشف معايا، وبيكون خفيف عن المعدة غير لما بستخدم صراحة السمنة. بشوف الاول كمان النص كيلو بتاعت لفة الجلاش بتكون قد ايه، ممكن بتكون 14، ممكن بتكون 18، على حسب ما بيبقوا هما حاطينها في اللفة. بقسمهم كده بالظبط، وبعد كده بقى احشي الحشوة. طعمها حلو جدا، والمشروم بالمشروم حلو قوي قوي قوي. اول مرة ان انا اجيبه كنت خايفة ان انا صراحة اجيبه، بس النوع ده طلع حلو جدا. وبص كأني كده باكل السندوتشات والحاجات اللي احنا بناكلوها السوري من بره. المهم بقى فتحت كده الجبنة اللي هي الفيتا دي، او اللي هي الدومتي دي، بيضة. عملتها كده بالمعلقة، وبدأت ان انا اسيحها كده او افردها على الجلاش. ونزلت بقى بعد كده باللانشون. وفي الطبق ده كنت مقطعه كده حتتين جبنه كيري، وقرن فلفل اخضر كده بارد، وطماطمايه صغيره برضو كنت مقطعاها كده صغير. ولما فكيت ازازه الزيتون وفديتها في العلبه البينك دي اللي هي على الحوض، اخدت حبه زيتون كده وبدات ان انا اشيل منهم النواه، وقلت بقى استخدمه في البيتزا، ان ما شاء الله انا السنه دي ملحت كميه كبيره. حطيت بقى كمان كده على الحشوه اللي انا عاملاها. كان عندي جبنه موتزاريلا، وعندي جبنه اللي هي التركي اللي هي الرومي، وعندي شيدر. فردتهم كده الجبن بقى دي، بصوا ساحت كده، وكانت طعمها حلو قوي. النهارده انا فتره بعد المدفع، يمكن كنا في نص رامز وكده، لان جوزي كان وهو جاي ما بحبش اجيب الكبده والكلاوي واشيلها في التلاجة، لان طعمها بيتغير معايا. فانا بحب اجيبها اللي هي صبحه يعني هعملها النهارده يبقى اجيبها النهارده، ما بحبش اشيلها في الفريزر غير لما بنشوي اللحمه والصدق والكلام ده. فاكلت النهارده بعد الفطار لانه اتاخر عليا، وهو كان جايب لنا الحاجات دي وهو جاي، يعني النهارده كده فطرنا كمان متاخر. بس انا خلصت المكرونه بدري عشان كنت عايزه اغدي يونس، لانه ساعه الفطار في الوقت ده بيبقى عايز ينام. خلصت بقى كده بصوا الجلاش وحطيته بقى كده، قطعته الاول، وبعد كده بجيب بيضايه، كوبايه لبن، شويه بيكنج باودر، وحبة ملح صغير، وحبة فلفل اسود عشان البضاية، وبقلبهم كويس. وبعد كده بقلب الخليط ده كويس وبقلبه على الجلاش. في ناس بتحب تحطه بعد لما الجلاش بيتشمع، بس انا بحب احطه كده من الاول خالص، بيبقى طعمه حلو جدا. ويا سلام بقى لو فردتي من فوق الجلاش كده شوية جبن مشكلة، بجد هيطلع خطير معاكي. بس اسقوه بالزبادي بجد هيعجبكم جدا جدا جدا. المهم بقى هنا كده خلصت خلاص، وشلت كمان البصل، جبت ورق مناديل مطبخ وفردتها كده في الطبق وطلعتهم. هروح بقى كمان اعمل دقه اللي هي زي بتاعه الكشري. حطيت كده في الازازه دي معلقتين صلصه من صلصه المكرونه اللي انا عاملاها، وحطيت عليها 3 معالق كده شطيطه، وشويه خل وشويه ميه. هنا بقى كان خلاص يعني المدفع ضرب، وانا كمان فطرت على ميه وعصير. رحت بقى جاب لي الحاجه كده، ورحت محطاها كده قوام، شغلت النار في الطاستين كده، ملح، كزبره. وكان عندي الراجل بتاع الكبده والكلاوي مدينا كده في الكبده والكلاوي
بيبقوا دقينها، بتبقى فلفل، عبارة عن فلفل وتوم وفلفل وتوم هرسنها كده. المهم صراحة ما كانش فيه وقت ان انا لسه ادق توم، لان انا التوم عندي صحيح مش فرماه صراحة وحطاه في الفريزر وكده. المهم رحت حاطه الدقه اللي هو جايبها دي، وزودت لها ملح كده، وقطعت عليها فلفل حامي الاول نزلت بيه. وبعد كده لما الكبده خلاص بدات ان هي تستوي هي والكلاوي، رحت حاطه اللي هي قرون الفلفل البارده، قطعتها. وصراحة بحب اقطعها كده بالمقص، المقص بيبقى اسهل كتير الف مرة من السكينة. المهم بقى قلبتها، وفي الاخر خالص كده بعصر نص ليمونية وهي على النار، بتديها طعم حلو جدا وكأنك بتاكلي والله كبدة من بره. المهم بقى كده خلصت، هقلبهم كده وهسيبهم بقى يعني شوية كده يتشوحوا كويس، وبعد كده هروح اغرفهم. وهتشوفوا بقى فطرنا النهاردة كان عامل ازاي. يونس بيعيط. بصوا بقى كده المكرونه بالكبده والكلاوي، وطلعت كمان بتنجان مملح، وجوزي كان جايب لنا العيش اللي هو بتيبان ده اللي هو بتاع السندوتشات، وكان عندي طحينه. وانا حطيت لجوزي اللي هو الخروب، وانا شربت العصير البرتقال. وده كان فطارنا اليوم. طبعا بقى الدنيا بتشتي، كان قدام باب الشقه الدنيا مش قادره اقولك، يعني مش قادره اقول لكم كانت عامله ازاي، والميه بتنزل من فوق كده، مع ان في حاجه اسمها زي شخشيخه كده، بس برضو من باب الشخشيخه الدنيا بتنزل ميه. المهم بقى رحت كده جايبه شويه ميه بالمساحه كده، ورحت بقى مظبطه على السلم كده. المهم بقى كمان يونس كان ولاد عمته امبارح عندي، وراح ماسك العصير والحاجة اللي كانوا البنات بيشربوها، وراح موقعها على السجاد بتاع اوضه النوم. فقلت برضو اغسلهم كده بالمرة بقى، وهشيلهم على العيد، وان شاء الله على العيد بقى لو ربنا اداني العمر هفرشهم. كمان شلت اللي هي قلت بالمرة كده الدواسة اللي قدام باب التلاجة والمطبخ متبهدلة معايا، وقلت عشان فيها ابيض ببيج فاتح كده، قلت الدنيا ما تبص معايا. المهم هنا انا ما كنتش لسه شطفت السجاد ده، انا سبته كده شوية، وبعد كده في الاخر خالص بعد 10 دقايق كده كمان شطفته بقى، قلت الدنيا تتغلغل فيه. شطفتهم بقى وسبت الدنيا كده تتصفى، وهروح برضو اعمل الحمام. رحت بقى كده قبل ما اصلي التراويح، انا لسه ما صليتش التراويح، رحت بقى قلت اغسل المواعين بالمره قبل ما اغير وكده، وقول خلي المطبخ زي الفل. قلت اغسل المواعين واروح اشوف اللي ورايا. برضو المواعين الحمد لله بعد الفطار مش كتير، هي بس كوبايات العصير، الصحون اللي احنا كنا بناكله فيها، الازايز المية اللي احنا بنشربوها، برضو كام حاجة كده بس. الطاسات بتاعة الكبدة، المصفى بتاعة المكرونة، الشفشق ده اللي كنت عاملة فيه قمر الدين الخشاف وكده. بس هو ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. كل سنة وانتم طيبين، ونعاد عليكم الأيام بخير. هنا كده بقى وصلنا لنهاية الفيديو.